أقوى تعليق من كابتن محمد أبو تريكة على استبعاد محمد صلاح من جائزة البالون دور وفوز اللاعب عثمان ديمبلي بهذه الجائزة، حيث علق تريكة تصريح قوي، رد ناري، رد قوي على الظلم اللي بيتعرض ليه محمد صلاح في جائزة البالون دور، حيث قال تريكة: ولكن قبل التصريح الهام وقبل الرد القوي من كابتن محمد أبو تريكة، أتمنى من كل اللي هيسمع تصريح أبو تريكة الهام يعمل لايك وشير، شير الكلام ده في كل مكان، شيره في كل حتة، شيره علشان الوطن العربي يعرف ازاي محمد صلاح بيتظلم في جائزة البالون دور، حيث قال تريكة: البالون دور أصبحت دون مصداقية، يوجد فيها تدخلات سياسية وأهواء شخصية، وصحفيين بيدوا أصواتهم لناس معينة. كريستيانو رونالدو كان محق عندما قال إن الكرة الذهبية فقدت قيمتها وأصبحت جائزة وهمية بدون معايير. وأكمل تريكة: صلاح مش بعيد، ولكن مشكلته ان في الدوري الانجليزي فقط، وده شيء صعب لان عنوان الجايزة دايما دوري الابطال. في ناس في مصر والعالم العربي بتستنكر عدم منافسة محمد صلاح على المركز الاول، ولكن بالنسبة لي محمد صلاح أفضل لاعب عربي في التاريخ، وللأسف اختيار البالون دور بيتدخل فيه عوامل سياسية، وفي النهاية الجائزة هي اللي هتخسر محمد صلاح.